السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا ديت كنافة كيلو الا ربع. دي جابت امبارح، كنتش فاضية لها فقمت شايلاها في الفريزر. بصوا بقى ديت جامدة ازاي. همسكها بقى بكل سهولة. بصوا بتتفرد ازاي بكل سهولة. فعرفت بقى يا جماعة لما نجيبها تكون متماسكة احسن حاجة بايد واحدة. التانية لازم تفركها بايديك الاتنين اول ما تجيبها وهي طازة. بصوا لما هي في الفريزر بصوا بتقطعوا كده تقطيع اوامر بتتعمل. فهعملها بقى كلها كده. وبعد ما اعملها اعمل ايه؟ محضره سمنه بدرجه حراره المطبخ، وكوبايه سمنه زي كده ونص زيت. يبقى كوبايه ونص زبده مع زيت ميكس يعني. وهنا محضره لها الشربات 4 كوبايات سكر. شربات السكر يا جماعة بيبقى شربات الكنافة بيبقى تقيل، معمول ومركون. أول ما الكنافة تطلع سخنة على طول تحطيه، يبقى ايه شربات الكنافة ايه تقيل. يبقى اللي حاطين 4 سكر نحط مثلا ايه 2.5 مية كفاية قوي عليها، أو 3 بالكتير. يبقى ايه شربات تقيل بارد، شربات تقيل بارد. ودي همسكها بقى اقطعها كده اهو كلها وبعدين اضيف لها ايه الميكس ده الزيت بالزبده. وهرجع لكم تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا يا حبايبي بقى فرقتها بايديا الاتنين، كانت عامله زي ايه تلج. بصوا فرقتها بكل سهوله كده اهي. شايفين جمالها وحلاوتها؟ هديها بقى ايه حبه سكر بالمقدار بتاعها اهو، رشه كده. دي بتديها ايه احمرار كده وجميل، تبقى مفرفطه من جوه كلها ايه مية مية. حبه كده صغططه كده. بصوا كلها مفرفطه ازاي، مفيش حاجه متماسكه خالص. حتى لو لقينا حاجه اهو نفركها كده بايدينا الاتنين. بس بكل سهوله اهي، بكل سهوله اهي. شايفين اي حاجه كده اهي تتفرك. هنحط بقى ايه ناخد بقى السمنه الميكس ده، السمنه والزيت، وادعكهم بقى كده مع بعض كلهم كويس جدا. هنزل كل المقدار ده، هنزل هدعكها كلها كويس جدا جدا جدا. وايه وارجع لكم تاني ليه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هكون حطيت الشربات بس خليكم معايا عشان في تكه وحركه دلوقتي. ويا جماعه خليكم تابعونا على القناه بتاعت مطبخ ام حسن، واللي ما اشتركش يشترك فضلا منكم، واللي يكبر خاطره ويشترك ويعمل لي لايك ويفعل الجرس ويكتب كومنتات حلوه ويكبر خاطر ربنا يكبر خاطره يا رب. لاول مره كده يشوف القناه. وشكرا على القنوات اللي اتضافت عندي وقالت لي الكلام الجميل. يا رب يوسع رزقنا ورزقكم كلكم يا رب، رزقنا ورزق ذريتنا كلنا اجمعين. هعملها بقى بالسمنه والزيت كده واقلبها كويس جدا وشويه السكر اللي انا حطيتهم. نرجع مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. وانا دلوقتي مولعه ايه الفرن قبل ما ابتدي في اي حاجه خالص. محضره ايه ورقه فانيليا، ومحضره ليمونه اهي. هعصرها على ايه الشربات وهو بيغلي كده احطها. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي بقى فضلت ايه اعمل كده فردتها كلها هي في الصينيه وكده زي ما انتم شايفين اهي. كلها تبقى كده ايه بسوا واحد كده. وايه وحطيت حته بقى زبده كده على الوش اول ما الشربات. وهحط بقى بصوا الشربات اهو على النار 4 كوبايات سكر و3 ايه ميه. بيبقى الشربات نص السكر. هحط 4، هحط بقى ايه 2 ميه. بصوا الميه بتتحط كده يا جماعه كده داير ما يدور كده 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 كده، عشان لو في سكر طلع على حرف الحله ما يكرملش. عرفتوا داير ما يدور كده الميه. بقى نرفعه على النار ونديله ايه دلوقتي الاول ايه بعد ما خلصنا الصينيه دي كده اهي. خلاص كلها اهي. ودوست جامد قوي، او تجيبي مثلا صينيه اصغر من دي شويه تحطيها في النص وتدوسي. تخلوا بالكم ان ايه لازم تضغط كويس جدا. وبعدين الفرن يبقى سخن يا جماعه جدا جدا جدا. ونحطوه بقى على ايه بسم الله الرحمن الرحيم على الشبكه اهي كده بقى ايه. وبعد نص ساعه نشوف الحكايه هتبقى ايه. بصوا لما تبقى الاحراف دي احمرت تعرفوا ان من تحت احمر، تقوم مولعه الشوايه. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احسن بين ايه ايدينا. دي بقى ايه كده الشربات اهو
هنعمل ايه؟ نعصر عصرة ليمون ليمون اهو. هيبتدي يغلي بعد 7 دقايق 10 دقايق. الشربات ده يا جماعه لازم يتقل. شربات الحلويات الشرقيه بايه؟ سخن وتقيل. لما الكنافه تتعمل يكون هو ايه اتعمل شربات. وبعد ما يتعمل خالص هكون متحضره له ايه. خليكم معايا عشان تعرفوا الطاقه اللي جايه دي. طاقه مهمه قوي. بس بدأ ايه بعد الشربات ما يغلي. هنرجع مع بعض ونشوف لما يغلي الشربات هنعمل فيه ايه. وشكرا للي اتضاف. شكرا للقنوات اللي بتكتب لي وبتشجعني. ربنا يخليكم ليا يا رب. هنرجع مع بعض ونشوف ايه الطاقه بعد الشربات ما يغلي. ايه الطاقه اللي هنعملها فيه. طاقه مهمه قوي. خليكم معايا لنهايه الفيديو. كل عام وانتم بخير بمناسبه الايام المفترجه اللي احنا فيها. في مفاجآت كتيره قوي. واللي يا جماعه ما تخشوا الجروب كمان تبقوا معايا في القناه وفي جروب ام حسن. ربنا يخليكم يا رب. ونورتوني وشرفتوني في القناه والله. وده شرف كبير قوي. القنوات اللي دخلت وتكتب لي الكلام الجميل. ويا جماعه في قنوات منكم ادخل عشان اكتب لكم مثلا تعليق او اعمل لكم حاجه بلاقي التعليق عندكم موقوف. ايه السبب؟ مكتوب كده التعليق موقوف. فببقى عايزه ايه اعمل لكم بقى برضو ايه كلمه كده كومنت حلو كده ايه يعجبكم. يعني اقول لكم شكرا على انكم دخلتوا عندي في القناه وكده. اعرفوا ايه السبب بقى. ايه التعليقات. في قنوات من اللي دخلت عندي دخلت عندها لقيت التعليقات موقوفه. ايه السبب؟ بعمل بقى مشاهده ولو كان في لايك اعمل لايك وكده. لكن عايزه اكتب لكم مثلا ايه تعليق حلو كده تشجيع برضو ليكم. وان انتوا بسم الله ما شاء الله بالنجاح والتوفيق اكتب لكم كده. وفي قنوات بخشها بكتب عادي التعليق بيتكتب. ايه السبب بقى قولولي. هنرجع مع بعض بعد الشربات ده ما يغلي ويتقل. هنشوف ايه الطاقه اللي هعملها فيها. بصوا بقى يا حبايبي لما الشربات اتعمل متقولوش الرغاوي ديت حاجه. ده الرغاوي دي مش شربات. لما حطينا الليمون تقل ازاي. قوامه ايه تقل اهو. هنعمل ايه بقى الطاقه اللي جايه دي. هتشوفوا انتوا دلوقتي اهو. هنحط ايه عشان انا نسيت اقول لكم او حطيت باين وقلت بصوا معلقه ايه زبده. الميكس اللي احنا عاملينه دي كده ايه بتنقل الشربات في حته تانية خالص. الايه معلقه الزبده دي بتبقى جميله جميله جميله. بتبقى حلوه قوي اهو. بصوا كده تقيل وجميله اهو. كده بقى في اللقطه دي نعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يا رب ايه البخار ما يكونش مداري حاجه. بس هنحط ايه ورقه فانيليا ونقوم ايه طافيه. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض الكنافه. طفينا خلاص كده اهو. بصوا بقى ايه ده كده هوريكم قوامه برضه. بصوا الرغاوي دي عشان ايه كان بيغلي ولا ايه سكر ولا لزق حاجه هنا ولا اي حاجه. شايفين حتى لو مثلا لقيتيه على النار ربنا يكفينا شر النار والسكر لازق تحت خلاص بقى. ما هو ايه غلي مع الشربات. في حاجات لازقه تحت بتقلبيه كده بالمعلقه. بصوا بقى قوامه حلو ازاي. هنشوف دلوقتي الدنيا عامله ايه. الفرن بعد ما حطينا ايه الفانيليا ده هيبقى ايه طبعا اكيد هيبقى سخن يعني مش هيلحق يبرد. هنشوف بقى الكنافه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه شايفين ولا الجناب احمرت ولا اي حاجه زي ما اتحركتش لسه. نرجع مع بعض ونشوف الشربات لما نيجي هنحطه بالطريقه ازاي. بس خليكم معايا عشان في تكات وحركات. كل خطوه بيبقى لها تكه وحركه. زي مثلا ما قلت لكم الشربات اهو. هحط ايه رجعت لكم قلت لكم ايه معلقه الزبده دي اللي هي الميكس زيت بزيت وزبده او سمنه اللي انت عامله بيه. حطيها كده مع الشربات بتخلي الشربات حاجه تانية والكنافه بتنقله في مكان تاني خالص. نرجع مع بعض ونشوف. بصوا يا حبايبي بقى نشوف الصينيه دلوقتي عملت ايه. بصوا لما تعرفوا بقى الجناب كده. بصوا الجناب احمرت اهي. تهزيها كده اهي